هنبتدي هنا بقى نعمل في الجزء الخلفي لبرج المراقبة عايزين نعمل حاجة زي صندوق كده، والصندوق ده بيعبر عن كأن دي وحدة ميكانيك، وحدة تكييف. تعال نشوف ازاي. هنبتدي نشتغل بالبلان، مش لازم كل مرة نشتغل بالكيوب، ممكن نبتدي نشتغل بالبلان وبنظبط الإيدجز بتاعتها عشان نعملها على قد الدايمنشنز او المساحة المتوفرة لينا في الجزء الخلفي ده، وبنبتدي نعمل اكسترود زي ما عملنا قبل كده عادي جدا. وما ننساش ان احنا نحب نعمل شامفر كده على الايدجز، وممكن اجي امسك الفيس ده واعمل له اكسترود على الزد، وامسك الفيرتكس او الايدجز اللي موجودة هنا زي ما انا عايز، وابتدي احركها على الاكس اكس عشان ادخلها لجوه شوية. وممكن كمان هنا على الفيس ده ممكن اعمل انست وانزله تحت شويه بالاكسترود، ببتدي اعمل شكل كده يكون شكله مناسب لينا. وبعد كده ببتدي احط البيفل، ممكن امسك الفيرتكس دي كلها واظبطها من تحت شويه عشان تظبط بالظبط على المساحه بتاعتي. بمسك الاوبجكت ده واخش على الفيسز، وامسك الفيس ده وادوس بي عشان اعمل سيبريشن، عايز افصله خالص، واخش على الموديفاير اوقف البيفل، انا مش محتاج البيفل بتاعه خالص. واجي بعد كده اخش على ايديت مود على الفيسز، رايت كليك سب ديفايد عشان اقدر اعمل كذا سب ديفيجن، كذا بوليجونز. هنا هدوس شيفت ار كذا مره عشان يديني العدد اللي انا شايفه مناسب ليا. واخش على الموديفاير واحط هنا واير فريم، ارفع الواير فريم فوق البيفل واظبط الثيكنس بتاعها. واجي بعد كده امسك الاوبجكت اللي ورا ده، هلاقي ان هو البوليجونز من جوه لونها احمر، معناه ان النورمالز مقلوبه. بخش احط سوليديفاي عليها عشان يطلع الشكل معايا في الاخر بالشكل ده، عشان ابتدي اكمل واشتغل عليه بعد كده. نمسك الاوبجكت الجديد اللي احنا عملناه ونخش على ايديت مود على الفيس، وندوس كليك على الفيس، كنترول عشان نختار كل ده، شيفت كنترول، ونسيب نفس المسافة، شيفت كنترول، شيفت كنترول عشان نختار الصفوف اللي احنا شايفينها دي، شيفت تاني كنترول، شيفت كنترول. اجي عند اخر واحدة ادوس شيفت، اشيل الايد من على الشيفت وادوس كنترول، كده انا اخترتهم كلهم. ممكن بعد كده افصلهم، فهدوس بي سيلكشن، فصلت بقى اوبجكت لوحده. اجي عند الاوبجكت الاساسي ده واشيل من عليه الواير فريم، فيطلع عندي في الاخر الشكل ده. نقدر نمسك الفيسز كلها ونعمل لها اكسترود عشان نخرجها بره شويه. ممكن نعمل انست او سكيل، حاجه بسيطه زي ما انت عايز، يطلع في الاخر الشكل عندي بالشكل ده. نمسك الموديل كده، انا ابتديت احس كده ان الموديل لما نشوفه كده كله على بعضه هو مش متزن كويس. لو جينا شفناه من الليفت كده هتلاقي ان هو الاتزان فيه مفقود شويه. فاحنا ممكن نعمل ايه؟ احنا ممكن نخش على الايديت مود على الفيسز ونمسك كل البوليجونز دي ونحركها يمين شويه، بحيث ان الهيكل نفسه بتاع الواتش تاور يكون متزن اكتر. وممكن نخش هنا كمان على السلم من الايديت مود ونبتدي نحركه بحيث ان يبقى يكون في اتزان في الاستراكشر كله. وكمان هعمل سيلكشن على الواتش تاور كله، جي زد ارفعه لفوق كده شويه، واجي هنا شيفت رايت كليك عشان ال 3 دي كيرسر، شيفت اي اد كيوب، اظبط مكان الكيوب لفوق شويه، كنترول اي عشان خاطر ابلاي سكيل، واخش على الايديت مود على الفيرتكس واشد الفيرتكس دي كلها عشان اعرض لوح الخشب اللي انا محتاجه. واجي من الليفت فيو اظبط مكانه بالظبط برضو، وممكن على الواي كده اعمل له سكيل، كنترول اي ابلاي سكيل، واخد منه نسخة شيفت دي للناحية التانية، وامسك الاتنين جي زد ارفعهم لفوق، واجي هنا عند السلم ارفع السلم لفوق شوية، edit مود على الفيرتكس، شيفت زد عشان اخش على الواير فريم وانزل الفيرتكس دي للسلم لتحت. الاوريجن بوينت محتاج ان انا اوديها للجيومتري، ولو لقيت اي حاجه محتاج ان انا اعدلها في الديزاين ده، وارد ان انا ممكن الاقي مثلا لوح الخشب هنا انا حاسس ان هو قصير شويه، فممكن اخش على الايديت مود على الفيرتكس وابتدي امسك الفيرتكس كلها واشدهم لتحت شويه، واجي بعد كده على الواتش تاور ارفعه كله فوق كده شويه بحيث ان هو يبان بشكل اوضح.
كده احنا خلصنا جزء كبير، عايزين نبتدي دلوقتي نعمل البسطة بتاعت السلم الاولاني. فانا عايز اعمل احط بلان كجايد كده، احطه واقيس عليه المساحة بتاعتي بتاعت البلان، طول وعرض، وعلاقتها بغرفة المراقبة هتكون عاملة ازاي. بظبطها من كده عشان بعد كده هستخدم elements من الاليمنتس اللي احنا اشتغلنا فيها وتعبنا فيها، مش لازم اكررها تاني، ولكن ممكن اخد منها كوبي. فانا عايز اظبط دلوقتي المساحه بتاعتي، فانا بعمل بلان. والبلان ده الفكره فيه ان انا زي ما انت شايف كده بظبطه بحيث ان انا ابقى مقتنع الدخله بتاعت السلم هتبقى عامله ازاي، الارتفاع ما بين او المسافه ما بين السلم ده وما بين السطح وما بين الارضيه بتاعت غرفه المراقبه هتبقى عامله ازاي. وزي ما قلت لك هناخد من ده كوبي من الخشب اللي احنا عملناه قبل كده ونبتدي نعدل فيه. فانا شايف مثلا ان ده احنا مش محتاجينه، هبتدي اخد كل الاربع الواح خشب دول واعمل لهم سكيل. لما بعمل سكيل بلاقي ان انا بعمل على الانديفيديوال، انا مش عايز على الانديفيديوال بوينت، انا عايز على الميديان بوينت. بختار الميديان بوينت وابتدي اعمل لهم سكيل كلهم على بعض. بلاقي ان في فجوات او مسافات ما بين الواح الخشب، ببتدي اقربهم. بختار كل لوح خشب، بختار البوليجون فيه واختار فيختار لي كل المرتبط بيه، وبعدين ببتدي احركهم لغايه لما يبقوا عندي كلهم المسافات تقريبا ما فيش مسافات. وممكن بعد كده اعمل سكيل واجي اختار بوليجون من دول وادوس واخد كوبي تاني للوح خشب تاني. خلاص انا مش محتاج ده، خليه على جنب دلوقتي. هبتدي اشتغل دلوقتي على اساس ان انا عايز اعمل السور الخاص ببسطة السلم دي. زي ما احنا بنقول نفس الاليمنت باخدها واعدل فيها عشان ما اضطرش ان انا اعملها من اول وجديد، خاصة وهي ممكن تاخد مني شوية وقت. دلوقتي انا خلصت بسطة السلم الاولاني وعايز اعمل في المكان ده سلم، فعايز اخصم من المكان ده جزء. طيب هخصم قد ايه وهخصم ازاي؟ باجي اقاد كيوب، والكيوب ده اتاكد ان هو مغطي بالكامل الجزء اللي انا عايز اخصمه، الجزء اللي انا عايز اشيله. بعمل سكيل للكيوب واظبط مكانه بالظبط عشان اقدر اشيل واعمل فتحه في الحته دي. طيب مهم جدا ان انا ادوس كنترول عشان اعمل ابلاي سكيل، والا هيديني نتائج مش مظبوطه. وبعد كده بدوس شيفت على الارضيه واعمل كنترول ماينس. كده انا استخدمت البول تول عشان اخصم الحته دي. فاضل عندي الواح الخشب، ممكن استخدم نفس الطريقه وممكن اعمل طريقه تانية. تعالى هنا ندوس شيفت زد عشان اخش على الواير فريم وامسك النايف وانا على الفيسز وابتدي امشي بالنايف كي اي سي عشان اقطع ثرو واقطع بشكل مستقيم في الاماكن اللي انا عايزها بالظبط. واجي بعد كده امسك الفيسز دي كلها اشيلها. هشيلها ازاي؟ هدوس اكس ديليت، ادلت الفيسز دي واخش على الفيرتكس، امسك الفيرتكس دي واشدها بالكامل على الواي لغايه لما تبقى مختفيه. بعد كده محتاج اعمل في الحته دي فيس، بدوس اف. بس كده انا بنيت الفيس بتاعي. ناقص عندي دلوقتي الجزئيه التانية من لوح الخشب، وهو مش كله عايز اشيله، عايز اشيل اجزاء. باجي اعلم على الفيسز اللي انا عايز اشيلها وابتدي بعد كده ادوس اكس عشان خاطر بدوس اكس عشان خاطر اشيل الفيسز دي كلها. بس دلوقتي عندي مشكله ان انا في اجزاء فيها فجوات، انا عايز املى ده بفيسز. طب هعمل ايه؟ هخش على الايزوليشن مود واخش على الايديت مود واخش على الايدجز وامسك الايدج ده
والايدج اللي تحتيه وادوس اف، وبعد كده امسك الايدج ده وابتدي ادوس اف كذا مره، بقول للفل امشي بالطريقه دي في الاتجاه ده، بيملى لي كل حاجه زي ما احنا شايفين كده. انا قدرت اعمل الفتحه اللي هحط فيها السلم بتاعي.